بص أنا هسألك سؤال وعايزك ترد عليا بصراحة، هو أنت بتبقى مطمن والشناوي واقف في الجون خصوصا في العرضيات والكور الثابتة؟ ليه في كل ركنية بيطلع ويرجع على الفاضي؟ طب في كرة الجون التاني لكوت ديفوار الكرة العرضية جوه الستة ياردة وأنت يا سيدي بتطلع، طب عدت إزاي؟ طب والتانية عدت بين إيديك إزاي؟ طب دي عرضية مفيش خطورة، بدل ما يمسكها ويريحنا من الضغط بتاع كوت ديفوار طلعها على الجنب واداها لديالو. طب ما انت واقف لوحدك في الستة ومفيش ضغط ولا في أي حد من كوت ديفوار أصلا. ودي ركنية كمان، الشناوي طالع وما بيوصلش للكورة وحمدي اللي مطلعها وستر ربنا إن الشناوي ما وقعش حمدي قبل ما يوصل لها. وركنية كمان، بص طلع ورجع على الفاضي، والكرة دي لو في الجون بص على وقفة الشناوي مش واقف على رجله نتيجة تحركه، والله ما كان هيقدر يطير على الكورة لو الراجل حطها في الجون. احنا كسبنا، بس لو ما اتكلمناش عن المشاكل واحنا بنكسب هتفضل موجودة ومش هنتحسن، وممكن المشاكل دي تخسرنا ماتشات زي ماتش السنغال. قول لي بقى انت عايز نتكلم في ايه بالظبط في فيديو تحليل ماتش كوت ديفوار؟